أنا مش عايزة الناس تستنزف وقتها وتفكيرها في ده صح ده غلط، دي كانت مريضة يا ناس ده يعني وفروا وقتكم وركزوا في اللي بيتقال. شوفوا كلامي اللي أنا بقوله، يا تقتنعوا بيه يا تتركوه، مش عشان يقفلوا على نهد بقت مريضة نفسيا وبقت مريضة عقليا وبتتعالج في المستشفى ايه وعلاج ايه. من اجمل النقاط اللي اثيرت مع الاخت ناهد متولي النقطة دي، انت عمال مضيع وقتك ودماغك. كذابة. واحد يقول لك لا انا حاسس انها صادقة. كذابة يا عمي، هي كذابة هي صادقة، دي مش مشكلتك، المشكلة انت. روح شوف انت عمال مستنزف وقتك وجدل ومراء. خلاص، كذابة ربنا يحاسبها، صادقة ربنا يحاسبها. احنا لنا الظاهر والله راه السرائر. انت هتتأله ليه؟ انت بتتأله ليه؟ انا مش فاهم. ست قامت اعلنت توبتها ورجوعها الى الدين، بارك الله فيها، ربنا يثبتها على الدين. انت بقى عمال تتألق، لا اصلا شايف انها كذابه. طب انت معلش يا اسطى، يعني انت عملت ايه؟ انت رحت بحثت عن نفسك؟ رحت شفت انت عيوبك؟ رحت شفت انت على يقين ولا لا؟ ما تروح تدور انت وتبحث وتتعلم. سيبها بقى هي لله، يحاسبها الله سبحانه وتعالى اعلم بما في قلبها. بلاش التأله ده يا جدعان. وقضية شغالة يا عم. ده انا بدال يعني المفترض ان انا اخد العظة والعبرة والدروس من المواقف. انظر يا اخي بالله عليك، الانسان اذا لم يتعظ من التجارب سواء كانت ليه او لغيره، ده انسان اسف مغفل. لعل الله جعل تلك تجربة امامك تستفيد بها، ما تقعش انت يا معلم. روح شوف النقاط اللي خلتها تغلط الغلطة دي، وشوف اسباب رجوعها، وحاول تتحاشى ان تقع في هذه الاخطاء، وان تقف على اسباب رجوعها وتقويها عندك عشان ربنا يزود ايمانك. انت كنت نصراني، شوف النقاط اللي هي بعد 30 سنة قلت لك لا النصرانية غلط، لا انا مش هستمر على النصرانية. راجع هذه النقاط تستفيد منها. لكن بقى هنقعد طول العمر لغاية ما يحصل موقف تاني نقعد نتكلم فيه؟ ده كلام طبعا يعني بأمانة يعني مش ممكن، يعني مش معقول. انت ادرى بنفسك. روح يا عم شوف نفسك، يا عم شوف نفسك، مش هنقعد بقى نستنزف وقتنا. ونصيحة كده لوجه الله، الحل الوحيد البحث والقراية. طول ما انت بتبحث وتقرا هتعرف الحق فين، وهتعرف ربنا فين بالظبط، هتعرف الدين الصحيح. بس تبحث انت، ما تقعدش مصدر ودانك من غير ما تشغل عقلك وتتعب. اتعب، ده دين، دي جنة ونار مش هزار.